طيب خطة الأسبوع هتمشي إزاي؟ أول الأسبوع نبتدي، أول كل أسبوع نبتدي نحط المواد الصعبة. تمام. خلاص بيبقى عندنا، وأول اليوم الكورتيزول بتبقى مستوياته لسه في الأول طبعا الصبح بدري، فابتدي أستغل الحتة دي في إن أنا أحط المواد الصعبة. بعد كده خلال الأسبوع اليوم الواحد ما ذاكرش فيه نفس المادة، لا، أذاكر مادتين مختلفتين، مثلا مادة علمية خلاص ومادة تطبيقية زي رياضيات، يعني ممكن أحط دراسات ورياضيات مع بعض، ساينس وبرضه مع شوية رياضة. فأنا كده عملت إيه؟ عليت الانتباه بتاعي. بعد كده كل 3 أيام هعمل تشيك على الخطة بتاعتي، أشوفها ناجحة، عايزة أغير حاجة، عايزة أبدل حاجة. وبعد الخطة الأسبوعية دي أبتدي أخد يوم فصلان كده، عارفة اليوم بتاع الفصلان ايوه، ده؟ تفصلي فيه. هبتدي أخده علشان ما أوصلش للامتحان وأنا اكسبلودد، مضغوطة جدا. فده طبعا هيخليني أريح وأروق وأنا بذاكر.